فيديو النهارده هو الفيديو الأقرب إلى قلبي، فيديو عن توهة العشرينات. ليه باقول إن هو الفيديو الأقرب لقلبي؟ عشان خاطر ده أكتر فيديو أنا حاساه وباتكلم فيه من قلب حياتي، تمام؟ أنا داخلة على 21 وحاسة إن أنا ما عملتش أي حاجة في حياتي، وده أكيد حاجة وجعانا كلنا، إن أنت تحس إن كل اللي في سنك اللي اتجوز واللي سافر واللي لسه مخلّص دراسة واتخرّج واللي بدأ شغل وغيره، وأنت لسه واقف محلك سر وما عملتش أي حاجة، سواء ولد والّا بنت، تمام؟ أنا حاسة بنفس إحساسك ده. ففي الفيديو النهارده هاختصر لك كل حاجة عن توهة العشرينات، تمام؟ أول حاجة كده إحساس التوهة ده بييجي لك من إيه؟ من بعض الأسئلة اللي كانت بتيجي لي بيني وبين نفسي، وهو نور أنتِ ماشية صح والّا غلط؟ نور طب إحنا المفروض نعمل إيه؟ طب نور أنتِ عايزة إيه؟ طب نور هي دي الكلية اللي أنتِ كنتِ عايزاها؟ وأسئلة كتير عن إن أنا ما عملتش حاجة في حياتي، وإن أنا عايزة إيه، وإن أنا وصلت لإيه بعد كل ده، ولكن بتبقى الإجابة في الآخر إن ما فيش إجابة، مش باجاوب على الأسئلة دي. فليه الأسئلة دي بتيجي لي؟ هاقول لك أنا ليه، من قلب حياتي، أنا مش باتكلم دلوقتي عن حد، أنا باتكلم عن نفسي يعني. دلوقتي كل اللي في سني يا اتجوّز، يا اتخرّج، يا بيشتغل، يا عمل حاجة هو كان نِفْسه فيها، وأنا ما عملتش أي حاجة. طيب يبقى الأسئلة دي بقت نابعة منين؟ من المقارنات. أنا مُخّي بيقارن نَفْسه لا إراديًا بالناس اللي باشوفها، سواء ناس على السوشيال ميديا أو بقى stories صحابي أو الكلام ده. وطبعًا عشان ما حدّش ياخُد كلامي بمحمل إن أنا باغير من حد، لأ أنا الحمد لله ما باغيرش من أي حد، ولكن هي الفكرة كُلّها في حتّة إن أنت حاسس إن أنت في سباق وأنت واقف واللي حواليك كُلّهم بيجروا. فالمقارنة بالناس على السوشيال ميديا. فأنا قررت إن أنا أمسك الموضوع ده شوية. إحنا ليه بنقارن نفسنا بالناس اللي على السوشيال ميديا، أو بنقارن نفسنا بإيه أصلًا؟ فلقيت إن دلوقتي الناس على السوشيال ميديا بتظهر لنا اللي إحنا عايزين نشوفه. يعني أنا عندي سؤال، إحنا ليه مش حقيقيين؟ يعني ليه لازمًا أظهر قد إيه أنا حد perfect والدنيا تمام معايا دلوقتي في حتة إنه الناس اللي على السوشيال ميديا إحنا ليه مش حقيقيين؟ ليه دايمًا لازم أظهر لك قد إيه أنا حد كويس، قد إيه أنا حد ملتزم، قد إيه أنا حد ما فيش مني اتنين، ولو وقعت يبقى أنا كده غلطت بقى وعملت حاجة وحشة، ليه؟ هاقول لك على حاجة، أنا بما إني من قلب السوشيال ميديا، فعايزة أقول لك إن الناس اللي على السوشيال ميديا تلات أرباعهم مش حقيقيين وربع بس اللي حقيقي. إحنا بييجي علينا فترة إحنا بنظهر لك اللي إحنا عايزين بس نظهره، أوكي؟ يعني ممكن عارفين أنتم الفيديوز بتاعة الإنستا اللي هي تروّق المكتب وترص الكتب وتحط الآيس كوفي وتصوّر وتنزّل الصورة بعد كده تروح تقعد على الموبايل، ده جزء حرفيًا من حياتنا كلّنا. فمش كل اللي بتشوفه وبتقارن نفسك بيه هو حقيقي. بلاش، 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 بلاش تقارن نفسك بحد على السوشيال ميديا. لإن هو بيظهر لك الجزء اللي هو كويس فيه، أصل أنا مش هاجي دلوقتي أصور لك وأنا باعيط، وأنا عايزة أموّت نفسي، وأنا مخنوقة، وأنا قرفانة، وأنا منهارة، وأنا باتخانق مع أهلي، وأنا باسيب صاحبتي، وأنا، عشان أوريكِ إن أنا عندي مشاكل في حياتي، مش هاوريكِ إن أنا مزنوقة في فلوس، مش هاوريكِ إن أنا عندي مشاكل مادية، مش هاوريكِ كل الكلام ده، أصل هاوريه لك أعمل لك إيه، أعمل لك screenshot مثلًا لفودافون كاش والّا أعمل لك إيه؟ مش كل الناس بتظهر مأساتها على السوشيال ميديا. فبالتالي أنت بتقارن نفسك بالجزء الإيجابي بتاعهم، فبالتالي بتشوف قد إيه أنت حد ناقص، وقد إيه أنت حد فاشل، وقد إيه أنت حد ما عملتش أي حاجة، ولكن مش طول الطريق، أو إن أنت دلوقتي قدامك 4 طرق ومش عارف تختار منهم إيه، معناها إن أنت فاشل، تمام؟ فنّط حياتك. أنا باكلّم وباقول الكلام ده لنفسي قد يعني أنا باقوله أكتر من أنا ما باقوله لكم دلوقتي، أنا باسمّعه لنفسي، أوكي؟ آآ فلتر حياتك وشوف أنت محتاج منها إيه، جيب ورقة وقلم زي ما أنا ما جِبت كده، مش باين عشان كاتبة بالرصاص ولكن أهو، وكتبت وشُفت. مش هاقول لك أنا لسه عرفت أنا عايزة إيه، أنا لسه بافكّر، لسه باكتب، لسه ما خلّصتش، ولكن لاحظت إن أغلب الفيديوز توهة العشرينات، توهة العشرينات، ما حدش قال لنا نعمل إيه في العشرينات، ولكن أنا عايزة أقول لك لو أنت حد قبل ال20 وبتتفرّج على الفيديو ده، فنصيحة أو بعض النصايح اللي أنا عايزة أقولها لك، أنت هييجي عليك وقت هتبقى لوحدك جدًا، ما عندكش أي صحاب. بعد ثانوية عامة بالذات أنت هتبقى في أسوأ مراحل حياتك لو أنت جِبت مجموع وأنت حاسس إن أنت فعلًا اتظلمت، لإن أنا جرّبت بالمرحلة دي. وكمان بلاش تصرف كل اللي بييجي لك، دي نصيحة مني في المستقبل، بلاش تصرف كل اللي بييجي لك، هييجي عليك وقت تبقى محتاج جنيه وأبوك وأمك مش هيرضوا يدّوك، اسمع مني، أوكي؟ فحوّش، اشتغل على نفسك، اعمل حاجة لنفسك، وهتيجي عليك في سن ال20 تحس إن أنت تايه لو أنت ما استقريتش من قبلها، ده طبيعي. أنا أكبر إخواتي، فباحس دايمًا إن الكبير هو فار التجارب، فأنا كنت فار التجارب كتير، ومش هاقول ما زلت لإن أنا طلعت بقى من المرحلة دي وخلاص سَنة وهاتخرّج، ولكن أدركت إن أنا ما عملتش أي حاجة أنا كنت عايزاها، وما بقيتش عارفة لسه أنا عايزة إيه، ولسه مش عارفة لغاية دلوقتي. بس أنا باصوّر الفيديو ده عشان باقول لك أنت مش لوحدك، بجد أنت مش لوحدك نهائي، إحنا كلنا تايهين، كلنا مزنوقين، كلنا حاسين إن إحنا مش عارفين إحنا عايزين إيه. فلو وصلت لغاية هنا من الفيديو ما تنساش إن أنت تصلّي على النبي، وتفهم إن توهة ال20 دي طبيعية جدًا، 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 وكلنا بنمُر بيها. بس ما عنديش أي حاجة تانية أقولها، وادعوا لجدتي برضه.